النهاردة هنتكلم عن قيمة فنية كبيرة جدا، فهو رائد الفيلم الغنائي الكوميدي الساخر. غنت كلمات أغانيه نور الهدى ومحمد فوزي وسعاد مكاوي وبديعة مصابني وشكوكو وغيرهم. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي ورب يديمكم نعمة في حياتي، بتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم الفنان عباس كامل واحد من الجيل الذهبي للسينما المصرية، متعدد المواهب، له رؤية فكرية وفلسفية في الحياة والبشر. اشتهر في أفلامه بالحوار الساخر البسيط السهل الذي يتلائم مع رسم الشخصية ويعبر عنها، ويمتلك القدرة على إحساس صنع الموقف وكيفية إنهائه. هو واحد من رموز السينما المصرية وله دور ريادي في مجال الفيلم الغنائي الكوميدي الساخر. ولد الفنان عباس كامل عبد الغني محمد كمبر الشيرازي في مدينة بورسعيد في 2 يناير 1911 لأب يعمل في تجارة السجاد من أصل إيراني. ونظرا لاضطراب الحياة الاقتصادية في مصر أفلس الأب، مما جعل يخرج أولاده الذكور الأشقاء الثلاثة أحمد جلال حسين فوزي عباس كامل من المدارس. أولاد الثلاثة كانوا يحملون أسماء مركبة في تقليد تعرفه الأسرة، أسرة كمبر الشيرازي. الأولاد الثلاثة عملوا في الإخراج فيما بعد وأصبحوا من رواد السينما في مصر. تلقى عباس كامل تعليمه في مدرسة الإرشاد الثانوية بالمنصورة. بعد وفاة والده لم يستمر في دراسته إلى نهاية المطاف، فقد اكتفى بالحصول على الكفاءة الثانوية واتجه بعدها للعمل الحكومي بهدف ضمان حياة مستقرة له. وكانت بداية حياته الوظيفية في مصلحة البلدية التي كانت تابعة لوزارة الداخلية، وتدرج في وظائفها من كاتب حتى أصبح مديرا لمكتب البلدية. أثناء ذلك كان شقيقه أحمد جلال قد استطاع أن يكون له وجود بارز في الصحافة وعالم السينما، خاصة في فيلم كتب ومثل فيه، هو فيلم ليلى سنة 1927. استعان بشقيقيه حسين فوزي وعباس كامل للعمل معه، حيث كان حريص أن يكون أشقاؤه بجواره طوال الوقت وفي أي عمل. لهذا كتب عباس كامل في نفس المجلات التي كان يكتب فيها الفنان المخرج أحمد جلال، مثل اللطائف المصورة والكشكول والسينما والاتنين والدنيا وغيرها. وبدأ العمل في السينما مع أحمد جلال ونيازي مصطفى وحسين فوزي وغيرهم في مجالات مختلفة في السينما مثل المكياج والمونتاج، وحقق اسمه شهرة مضوية عندما كتب للمخرج نيازي مصطفى فيلم طاقية الإخفاء للفنان عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن وزهرة العلا. الفيلم ده حقق شهرة كبيرة جدا، مش بس كده، وكمان إيرادات ضخمة، مما دفع الفنانة عزيزة أمير للاتفاق معه على كتابة 3 أفلام أخرى. أتت الفرصة للمخرج الفنان عباس كامل يخرج أول أفلامه، وده عندما قرأ إعلان في إحدى الجرائد عن طلب استوديو الأهرام قصص تصلح للسينما، فتقدم بقصة اسمها صاحب بالين. عندما طلبه مدير الاستوديو ذهب عباس كامل ليقابله كل أمل على أن تكون القصة قد حازت موافقة الاستوديو وأن يدفع له مبلغا معقولا فيها. من خلال الحوار فهم عباس كامل من مدير الاستوديو أنه يعرض عليه أيضا إخراجها. وقتها لم يأتي رد عباس نظرا للمفاجأة، وظن المدير أن ذلك راجع عن عدم رضاه عن الأجر المقترح فضاعفه له. وانتهى الأمر بتوقيع عباس كامل على عقد إخراج فيلمه الأول صاحب بالين. وبعد نجاحه 3 الأفلام، منها عروسة البحر، المعلم، كانت ملاكا، حدوة الحصان، منديل الحلو، بنت العمدة، أسمر وجميل، عيني بترف، خبر أبيض، فيروز هانم، شباك حبيبي، خد الجميل، حضرة المحترم، المقدر والمكتوب، لسانك حصانك، دستة مناديل، طار بايت، عروسة المولد، ورحمة من السماء، عريس مراتي، أنا وأمي، شهيدة الحب الإلهي، العقل والمال، خدني معاك، مذكرات الآنسة منال. كتب عباس كامل عشرات الأغنيات، كما إنه عمل فيلم أميرة الأحلام بطولة نور الهدى ومحسن سرحان، إخراج أخوه المخرج أحمد جلال. كتب 3 أغاني، فاكهة وفكهاني، إيه اللي جابني هنا، وأميرة في الأحلام، ومطلع أغنية فاكهة وفكهاني اللي لحنها عزة الجهلي وغنتها نور الهدى. الفنان عباس كامل تعرض للظلم والإهمال والتجاهل، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم صاحب بالين سنة 1964، وكان آخر أفلامه سنة 1977. فهو مخرج ومؤلف مجموعة كبيرة وهامة من الأفلام اللي كتب لها القصة والسيناريو والحوار وأخرجها. أخرج مجموعة أفلام لزملائه المخرجين زي الكمثريات الفاتنات وابن حميد وامسك حرامي وغرام في السيرك
عباس كامل ما كانش مخرج ومؤلف بس، كان شاعر غنائي كمان. كتب مجموعة كبيرة جدا من الأغنيات لعدد كبير من المطربين زي عائلة راتب وسعاد مكاوي وعبد العزيز محمود ومحمود شكوكو وغيرهم. الكثير من أفلامه ما زالت تكشف عن جمالها على المستوى الجمالي والفكري والتنفيذي. كان أول أغنيته كانت لنور الهدى سنة 1945 فاكهة وفكهاني، وبديعة مصابني غنت كلمات فيلم أم السعد مع ميري كويني. من آخر أيامه فقد الفنان عباس كامل الذاكرة، وكان يسير في شوارع القاهرة مذهولا، ثم اضطر ابنه إلى إدخاله جمعية الوفاء والأمل خوفا عليه من نفسه إلى أن توفاه الله. والجدير بالذكر إن الفنان عباس كامل كان متزوج من الفنانة سعاد مكاوي، وكان بيحبها حب عبادة، كانت بترغمه إنه يركع لها. في يوم من الأيام كانوا في حفلة من الحفلات، قال نكتة وهي ردت عليه النكتة، فما كان منها إلا إنها صفعته بالقلم، وقامت مشيت ودخلت الأوضة. الكل كان في ذهول لأنها ضربته قدام الناس والممثلين، ودخل عليها وتأسف لها وقعد يبوس في دماغها ويقول لها سامحيني. ولما اخواته عرفوا من الناس بالكلام ده أرغموه على تطليقها. ربنا يرحم الجميع ويتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة.